ولد شنو هالعمليات التجميل هاي مال الامارات؟ شنو هاي مطلعين غير وحده احنا ما نعرف هاي رغد، نعرف ذيك رغد. شوفوا شلون ملمعينها السعوديه والامارات ومطلعينها كوافير وعمليات تجميل ونفخ وقص وحفر. شنو هاي؟ وين جايه؟ عارضه ازياءتي صايره موديل. وبعدين شنو انت خايفه علينا من البراكين؟ العراق المنطقه كلها على فوهه بركان، انت شنو محلله سياسيه وخايفه من تقسيم العراق وحنينه مثل ابوك علينا؟ احنا وين كنا عنك وعن ابوك؟ خصوصا جيلنا احنا ما نطيق هاي مساله النظام السابق، هذا عصر الاذلال. شلون الصين كل نهضتها هي ثأر من الفترة اللي انذلت بها الصين، يسمونها قرن الإذلال. احنا نعتبر عصر صدام حسين هو عصر الإذلال، قمة الإذلال العراقيين. لك بابا نفصل البطانية قماصل، انت منو وش دعوة؟ بعدين احنا يعني انت عود بيت زعيم سياسي عراقي، انت ابوك مجرم طاغية، مقابر جماعية، حروب. انت وين تعرفون الاستقرار؟ حرب ايران، احتلال الكويت، حصار 30 دولة تيجي تقصف العراق، وين اكو استقرار وياك ويا ابوك؟ انتم عائلة من اقذر الفترات التي مرت على العراق هي فترة حكمكم للعراق. المنطقة على بركان، وجاي هي عود تسوي لنا سلام وامان. بنازير بوتو انتي، مارغريت تاتشر، منو يعني ما جاي يفتهم؟ مادلين اولبرايت. شو فهمك بالسياسه؟ انت جايه لو ميركل مال المانيا جاي يسوي لنا ثوره اقتصاديه بالعراق. شوف هذا يعني خلي احكي لكم اخواني شنو السبب هسه هاي الحمله الاعلاميه اللي بدت صار لها يومين على رغد ورجعت رغد وما اعرف شنو. خلي احكي لكم على السبب وراء هاي قضيه اليأس مال السعوديه والامارات، وليش مطلعين هاي البلاتيقه مال رغد صدام حسين. كل شيء تريد تعرفه عن الشرق الاوسط وعن عقده هذول الامارات والسعوديه، افضل شيء تسويه تروح للاعلام الاسرائيلي. الاعلام الاسرائيلي ناشرين حلقه لقاء ويا الدكتوره نجاة السعيد اللي هي دكتوره سعوديه قاعده بالامارات، على اساس تدير مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيه، قاعده تلطم على جيه بايدن. يعني هي بحسب حكيها انه السعوديه والامارات ما عندهم اي استراتيجيه غير طاعه اسيادهم بالبيت الابيض، فتقول احنا مو طبعنا ويا اسرائيل، مو حلفاء اسرائيل، ليش يمنعون علينا التسلح؟ ليش يفتحون علينا ملفات حقوق الانسان؟ ليش يحاصرون السعوديه؟ لانه هذا بايدن يقول I will make them the pariah of the international community، يعني راح اسوي السعوديه من المنبوذين. هذول مرعوبين. بعدين يقول لك الاتفاق النووي انتم مو لغيتوا، مو ترامب لغاه. يقول شو هسه بايدن يقول راح اسوي مساعدات اقتصاديه لايران، راح يرجع الاتفاق النووي. فيقول لك احنا ما فاضيين. يقول لك شلون انتم راح تعوفون هاي القاره، راح تعوفون الشرق الاوسط وتعوفوننا وبنفس الوقت تشيلون العقوبات والحصار عن ايران، احنا راح تبلعنا ايران وتلطم. هذول شوف اخوان، هذول من يجي رئيس عقلاني يريد يحل المشكله مع ايران شو يسوون؟ يجيبون داعش. هسه اجى رئيس مثل بايدن يريد يرجع الاتفاق النووي، يخفف العقوبات الاقتصاديه على ايران، راح يرجعون لك البعث، يحاولون يعني سخافه، مطلعين هاي ملمعينها بالفرشه مال حذاء. هاي رغد صدام حسين. عبالك احنا ما نتذكر شنو صار بزمن صدام، شلون الناس باعت بيوتها حتى تشتري الحليب، والله الافندي يريد يحتل الكويت ويريد ما اعرف شنو ويريد يحارب ايران ويريد هذا الزمن لن يعود. خصوصا جيلنا احنا نتذكر بالتفصيل شلون كان حال الانسان العراقي ذاك عصر الخوف، جمهوريه الخوف. يقول لك العراق الكلمه انت تنعدم. وين هسه الجماعه مددين رجليهم وكل ساعه مسوي لهم حركه وحزب وطالع مظاهرات وحارق له تاير جديد. فيا اخوان هاي نجاة السعيد شرحت الاحباط اللي قاعد تحس به السعوديه والامارات من سياسه بايدن الجديده. وهاي مساله رغد صدام حسين دليل ساطع على احباطهم وفشلهم. وهو هذا العقل السعودي هيك يفكر، يعني يجيب لك بعثيين يسلح، بلكي الناصريه تنتخب رغد او تنتخب البعثيين، هيك يفكر. وخصوصا هم هسه قاعد يشتغلون على مساله انه سنه العراق 30% 35% من العراق، فيقول لك ذول يحسون نفسهم مثل الايتام، يحسون نفسهم هم كانوا اسياد بالعراق وخسروا العراق.
فبلكي يرجعوا لهم البعث لأنه الإسلام ما مشى، مسألة داعش دمرتهم. لا لا لا، سنة العراق منسجمين، والآن يريدون يطبون بمشروع الحزام والطريق، وعرفوا أنه ذاك الطريق، طريق السعودية، هو طريق الغدر، طريق الخسة. يعني بناتك تحت الأنقاض بالمصر القديمة والسعودية ترقص ديسكو. احنا بعد ما ندخل أي مشروع لا، وتقول إيران هي رغد متأذية من إيران. شنو سوت إيران؟ انتوا 8 سنوات حطيتوا العراقيين بالجبهات وحطيتوا وراهم فرق اعدام، اللي بيلتحق بالجبهه ينعدم، انت وابوك. ما عرفتوا منو، يعني انتوا شنو بالله الخليفه العثماني، انتوا السلطان الصفوي، مديلكم هالشرعيه، انتوا عائله جايفه تعبانه جايه من العوجه تحطون فرق اعدام ورا الناس. والله حاربوا العراق والوطن. الوطن هو اللي يتحالف ويا ايران، ونصب الشهيد هو ضريح الحسين. هذا هيك مخلينا سياحه هسه، هذا النصب مالتكم انه الشهيد هو اللي قاتل ايران. لا تذكرونا بموضوع الحرب العراقيه الايرانيه، ولا تذكرونا بموضوع البعث، ولا بموضوع عائله صدام حسين نهائيا رجاء. هاي عائله كلفت العراق. تشوفوا هسه انتم، يعني العراق اكبر خسائر اقتصاديه وانسانيه كلفت يمته بداعش. يعني داعش اللي هي ما تمثل 1% من الخسائر اللي كلفنا اياها صدام. الحصار، حرب ايران، احتلال الكويت، مليون قتيل، معوقين لحد الان يقبضون تقاعد، يشوفوهم انتم يطلعون باليوتيوب. هاي المعوقين من، يعني هاي مشكلة داعش كلها ما كلفتنا 5000 شهيد بالقوات الحشد وقوات اللي دافعت عن العراق، بينما حرب ايران 700,000 قتيل يوميا، آلاف القتلى. فرجاء بركان المنطقة، السعودية على فوهة بركان، ان شاء الله تتقسم السعودية وتنهار.